بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، الليلة كنت في عزاء لعائلة تغيم الشمري. أسأل ربي سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. حقيقة رأيت والله أخبار أحبتي في الله وبشائر عظيمة. كلنا أحبتي في الله في الدنيا سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي يوم من الأيام ننتقل وإياكم من هذه الدار ونسكن في تلك القبور. ولكن إخواني أخواتي، ما هو العمل الذي تتمنى أن تموت عليه يا عبد الله وأنت يا أمة الله؟ لما أتيت في العزاء وسلمت على والدهم، يا جماعة تخيلوا فقط 6 من عائلته، والله لما سلمت عليه وقلت عظم الله أجرك وأحسن الله عزائك، والله يا جماعة أنه يقول الحمد لله الحمد لله. رأيت الصبر في هذا الرجل الكبير في السن، والله لم يتسخط أبدا، بل يقول الحمد لله الحمد لله. والله يقول هذه الكلمات بهذا اللفظ، قال الله اللي أعطاني والله اللي أخذهم مني، إن لله وإن إليه راجعون. الله أكبر. يا أخوان، هذا الرجل والله سمعت قصة عنه عجيبة. هل تظنون أن هذا هو الابتلاء الأول لهذا الرجل وفقد 6 من عائلته؟ لا، هذا الرجل أحبتي في الله قديما أيضا فقد 5 من عائلته. هذا الرجل يا جماعة تزوج في بداية عمره، و5 من عائلته ماتوا كلهم في بداية عمره، ثم تزوج وأنجب، ثم يصدم ويفجع أيضا ب6 من عائلته. وهذا الرجل يضرب فيه المثل بالصبر. فكم نحن بحاجة أحبتي في الله عند نزول المصيبة أو البلاء أن نصبر، وأن نحتسب، وأن نقول إن لله وإن إليه راجعون. حقيقة الكل يثني على هذه العائلة. في العزاء أحبتي في الله جلس معي حمود، وهو ابن لهذا الرجل. حمود يا جماعة يتكلم عن أمه التي ماتت معه في الحادث. يقول والله إن أمي قبل تموت بكم أسبوع أعطتني مبلغ، قالت يا ولدي رح ادفع كفالة اليتيم حق سنة. هذه المرأة أحبتي في الله كافلة يتيم، وهذه السنة الرابعة وهي تكفل ذلك اليتيم، وأعطت ابنها وكأنها تعلم أنها بعد كم يوم سوف تموت مبلغ لكفالة ذلك اليتيم لمدة سنة. الآن هذه المرأة في قبرها أحبتي في الله وهي كافلة يتيم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل يتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الله أكبر. أخوان، ماذا قدمنا لله سبحانه وتعالى؟ ما هو العمل اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ أعمال صالحة لابد أن تكون بينك وبين الله خبيئة عمل. يا جماعة هذه الدنيا والله الذي لا إله إلا هو نحن فيها في دار ممر وليست مقر يا عبد الله. والله سوف يأتي يوم من الأيام نخرج من هذه الدنيا، ولكن على ماذا أحبتي في الله؟ على توبة واستقامة ورجوع وندم. هل هناك أعمال صالحة صدقة جارية تجري لك بعد الموت يا عبد الله؟ يا جماعة 6 من العائلة، أم و3 أخوات وزوجة ابنهم وأخوهم. يا جماعة تخيلوا، والله الذي لا إله إلا هو من حضر الحادث يقول والله إن صوت القرآن ينبعث من ذلك الجوال لإحدى البنات، وفي كل محفظة يوجد فيها مصحف كتاب الله سبحانه وتعالى. والله كلهم من كانوا في هذه السيارة 6 رافعي السبابة، بينهم طفل عمره 2 والله يا جماعة وهو رافع السبابة. جو الحضور ينزلون إصبعه ثم يرتفع مرة ثانية، ينزلون إصبعه ثم يرتفع مرة ثانية، وهو طفل. وكلهم محمد هذا الرجل يا جماعة أسأل ربي سبحانه وتعالى يرحمه، باقي شهر يتخرج مهندس. والله أعرف الكثير من أصحابه وجاتهم في العزاء وهم يثنون على هذا الرجل، يثنون خيرا على هذا الرجل. يقول والله ما عرفنا إلا صاحب خلق. يقول من كان معه فهد بشير الشمري، يقول كنت معه في الشقة في حايل
في الجامعة يقول والله قبل أشهر وهو يجيني يصحيني وأصحيه، يقول تكفى قعدني يصلي التهجد والوتر. لا إله إلا الله. فأحباب الكرام، يعني رأيت أخبار عجيبة، ولكن ما سمعته عن هذه العروس. معهم فتاة عروس زواجها في نفس الليلة وخروجها من الدنيا في نفس الليلة. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الفتاة التي ماتت وكان ثوب الزفاف معها في نفس السيارة، وفي محفظتها يا أخوان، وفي محفظتها مصحف قرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أخوها حمود، يقول جتني قبل فترة بسيطة وأنا أبني بيت، قالت يا حمود أسألك بالله يا حمود، أنت الحين تبني بيت، أسألك بالله يا حمود لا تحط دش في بيتك، ترى حرام وما يجوز يا حمود، والله ما أسامحك إذا حطيت الدش في بيتك. من يقول لك يا جماعة؟ هذه العروس، عروس حفر الباطن والقيصومة، أسأل الله أن يرحمها وأن يبدلها دارا خير من دارها وزوجا خير من زوجها. الله أكبر. تقول لأخوها حمود يا حمود تكفى يا حمود، لا تحط الدش في بيتك. اسمع يا أمة الله، يا من تجلسين أمام الشاشات والقنوات والمسلسلات والفضائيات وام بي سي وروتانا وأفلام، ماذا تقولين لله سبحانه وتعالى؟ هذه الفتاة العروس تقول لأخوها والله ما أسامحك إذا حطيت الدش في بيتك الجديد. وكم منا من يجلس أمام القنوات ساعة بل ساعات يغضب الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. أحباب الكرام، من لا يتمنى هذه الخاتمة؟ والله لما رأيت في العزاء إقبال الناس، وفي الجامع الحضور الجنازة، وفي المقبرة شيء عجيب، لا إله إلا الله. أحبتي في الله، لمثل هذا فأعدوا، فلنعد العدة أحبتي في الله. هذه أخبارهم، وصيتهم ما شاء الله ارتفع بين الناس والكل يثني عليهم. أحد الخطباء عندنا في حفر الباطن باسل الظفيري خطب اليوم الجمعة خطبة عن هؤلاء وعن هذه العائلة، وبعد أن انتهى من الخطبة وإذا باتصال يأتي لي باسل. هذا الاتصال من رجل مطيري وهؤلاء من قبيلة شمر. لما علم بهذه القصة قال هذا الرجل اشهدك بالله يا شيخ باسل ان بعد يومين راح اعتمر عمره عن هذه العجوز. الله أكبر. من سخر أحبتي في الله العمرة لهذه المرأة وهي تحت الأرض؟ والله إلا الله سبحانه وتعالى. والله الكل يثني خير على هذه العجوز وعلى هذه المرأة الصالحة. سخر لهم الله من يأتمر عنها. نعم أحبتي في الله، إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى والله سوف يسخر لك من يعمل عنك وأنت في قبرك. بل والله جتني بشارة أنهم الآن جمعوا مبلغ من المال وسوف يبنون مسجد في بنغلاديش باسم هذه العائلة، عائلة تغيم الشمري. وهناك أناس أيضا قاموا بوضع براد سبيل صدقة جارية لعائلة تغيم الشمري. من سخر لهم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فإخواني أخواتي، ختاما أقول لابد أن تكون بينك وبين الله سريرة، خبيئة عمل تلقى به الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إخواني أخواتي، ساهموا في نشر هذا المقطع، عل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته، وعل الله أن يحيي هذه القلوب القاسية، قلبي وقلبك يا عبد الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله صلاح عناد العنزي.